لزق القرد حتة لزقة، لزق في الأرض. بصوا يا جماعة كأنها عجينة. يا ابن الجنية غيرته تماما. بصوا هي فكرة ناجحة بس ممكن ما تنجحش معانا احنا ولا ايه؟ الناس بقى اللي بتشرب سجاير في العربية وبتقفل الإزاز وبيفتح الإزاز مخصوص وبيضيع الهواء الساقع بتاع التكييف بسبب دخان السجاير، الحل ده ليك يا معلم. هو في حد يعرف الفاكهة دي اسمها ايه؟ لان انا اول مرة اشوفها، غريبة. في ناس بتسألني وبتقول لي يا هاني هي في دول فعلا بدل ما تنزل من المواسير مية بتنزل تلج؟ اقول له اه في، لان كل الدول الاوروبية كده. بصوا يا جماعة حتة التلجاية اللي نازلة من الماسورة عاملة ازاي وماسكة نفسها. بص لما يجي يحدفها هتبقى. هو فعلا في جن ممكن يشيل الشجرة؟ غريب. ايه حطوا التمساح في حتة تجربة. ابن الجنية حاول ينجح بس معرفش. عمرك قبل كده شفت ان في حد بيصطاد السمك بالتمساح؟ اهو غريب وعجيب. جاب تمساح صغير لسه مولود وقام حاطه في المكان ده. بص يا جماعة هيصطاد السمك بطريقة غريبة وعجيبة. السمكة طالعة بتنط من مكانها على بره على طول. ممكن تكون السمكة خافت من التمساح بس الكلام ده مش منطقي. بس بص كمية السمك اللي هتطلع بسبب التمساح. التمساح نزل خلاص جوه. انت اصلا ما شفتش التمساح ده في اخر الفيديو ايه اللي هيحصل فيه؟ انت لو شفته هتتجنن. عمال يطلع السمك كله من مكانه بالشكل الغريب العجيب اللي انت شايفه ده. عمال يطلع 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 اهو. هوب بص بص السمكية طالعة عاملة ازاي، وسمكية كبيرة مش صغيرة. اصل السمك ده ارزاق. وادي التمساح طلع السمك كله وهو طلع. راحت برجليها على قدرها. استاكوزاية دخلت على الزيت على طول وعارفة هي رايحة فين. بس سبحان الله بقى. بيقولك لو انت فردت دراعك بالطول، الدراعين زي ما انت شايف كده، على اي حتة وتيجي تقيس نفسك هيديك طولك بالظبط. هتقول لي يا عم دي صدفة؟ هقول لك يا عم مش ممكن الصدفة تحصل مرتين. بص الراجل ده اللي هو اطول منها بكتير، بص هيعمل ايه. هيفرد دراعه برضو وهي هتحط لها ايده على اخر دراعه ويجي يجرب يقف طوله برضو. ناس كتير بعتت لي الفيديو ده وقالوا لي يا هاني هو ممكن حد يبقى صاحبه الحمار؟ هقول لك اه ممكن، ليه لا؟ وبالذات ان الحيوانات اصلا وفية. بص الراجل دخل الاوضه وقفل الباب. بص الحمار عامل ازاي ذكي، ده مش حمار عادي. بص فتح الباب ازاي بالاسلوب بتاعه. لو انت قاعد مع اصحابك ومتفقين ان الدفع هيبقى بالقرعة، فلميت كل الفيزات عشان يسحب فيزا واحدة بس هو اللي يحاسب عليها. بص لما طلعت الفيزا بتاعتها عملت ايه؟ متقدرة بتدفع وهي بتجرب خاتم الجواز. فحصل معاها حركات غريبة وعجيبة. جربته تاني لقت نفسها داخلة في دوامة، ما صدقتش فرحت مجربها تالت لقت نفسها بتغسل وبتكنس وبتمسح وبتنفض وبتكوي، ودخلت في دوامات غريبة جدا ما كانتش متعودة عليها. عملت ايه في الخاتم ده؟ رمته في اغرب طيارة ممكن تشوفها في حياتك. انت طبعا شايف ان الحصان او الحصنة هي اللي بتشد الطيارة، بس اللي انت هتشوفه غير متوقع وغير عادي. الطيارة هي اللي بتزق الحصان وماشية بيهم. طايرة لغاية فين دي راحت الساعة. لو انت شغال دريفلي وبتودي الحاجة في عربية زي كده خلي بالك من المطبات علشان ما تحاسبش على المشاريب دي كلها. شيل